بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله، والصلاة والسلام على حبيبي محمد. ازاي حضراتكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وكل عام وانتم بخير. النهارده هنتكلم عن الزنجبيل الأخضر. والزنجبيل الأخضر زي ما احنا عارفين مشهور جدا في مصر والدول العربية، بس مشهور أكتر في الصين والهند من الدول العربية. وعرفنا إن هو بيستخدم في الأكلات، وبيستخدم كتير جدا في علاج الأمراض. تعالوا بينا مع بعض نشوف ايه فوائد الزنجبيل. ده الزنجبيل الأخضر وده الليمون. ممكن إن احنا نستخدم الزنجبيل الأخضر بكذا طريقة. تعال نشوف فايدة الأول. عرفنا إن الزنجبيل الأخضر بيعالج الإسهال بعد غليه وشرب مائه. يعني إيه؟ يعني بنقطع الزنجبيل شرايح وناخد منه شريحتين ونغليهم فين؟ في مية. بعد كده يصفى ماءه ويشرب. وممكن أن يحلى بالعسل، يعني احنا ممكن نضيف عليه عسل ونشربه. ده بيستخدم في علاج الإسهال. وطبعا في ناس كتير بتستخدمه في عمليات التخسيس، لأنه بيقوم بحرق الدهون الزائدة في الجسم، وبيعالج آلام الحلق والسعال. أي حد عنده كحة شديدة أو حلقه فيه ألم، هو بيعالج الحلق والسعال، وبيقوم بتقوية الذاكرة. وكمان بيستخدمه بعض الناس في الايه، في الضعف الجنسي. يبقى هو بيعالج الضعف الجنسي لدى الرجال، وبيعالج الرشح ونزلات البرد. ليه فوائد عظيمة جدا أكتر من كده. يبقى هو بيعالج الرشح ونزلات البرد بعد غليه وتحليته بالعسل. يبقى احنا نعمل ايه؟ زي ما احنا قلنا، نجيب شريحتين نقطعهم من الزنجبيل ونغليهم في المية، وزي ما احنا عايزين، يعني ممكن نضيف عليه ليمون أو نضيف عليه عسل ويشرب. وبيقوم بتقوية العضلات، وبيخفف من آلام المفاصل. بيقوي عضلات الجسم وبيخفف آلام المفاصل. غير كده طبعا هو بيعالج القولون، وبيطرد الغازات الموجودة فين؟ آه من البطن. يبقى احنا عرفنا ان هو بيعالج القولون وطارد الغازات الموجودة في البطن. طبعا هو بيقلل الأورام اللي بتبقى موجودة في الجسم. يعني أي ورم بيبقى موجود في الجسم، لو رحت أي صيدلية وطلبته، لأن مثلا عرفتوا إن في حتت ورم في الجسم ولا حاجة، بيدوكوا برشام علشان يصرف التورم ده. لا، الجنزبيل الأخضر بيعمل على تقليل الورم الموجود في الجسم. غير بقى إن هو بيعالج التشنجات وبيعالج التصلبات اللي بتحصل، وبيعالج تقرحات المعدة، وبيعالج جدار المعدة. يبقى هو بيعالج تقرحات المعدة وبيعالج جدار المعدة وبيحافظ عليه. غير ان هو بيخش طبعا في علاج امراض الكلى، وطبعا بيخفف او بيزيل الالام الحادة اللي بتبقى موجودة في الرأس زي الصداع. وبيستخدموه طبعا للشرب لانه موسع للقصبة الهوائية، وبيعالج القولون وبحة الصوت. اي حد عنده بحة صوت هو بيعالجها. عفوا بيعالجها. وبيخفض الكوليسترول في الدم. زي ما احنا قلنا، هو بيقوم بعملية حرق للدهون بنسبة كبيرة، وبيخفض نسبة الكوليسترول في الدم. طبعا احنا زي ما احنا عارفين ان هو ليه منافع، طبعا هو ليه اضرار. طب ايه هي اضراره؟ طبعا هو كترة استعماله او تناوله بيسارع من عملية ضربات القلب. يعني مثلا احنا ممكن نشرب كوباية في اليوم، انما مش طول اليوم نشرب زنجبيل، لانه ده بيزيد من تسارع عمليات ايه، ضربات القلب. طبعا ما ينفعش ان احنا نشرب الزنجبيل مع البابونج او القرنفل او الحلبة، لان تفاعل الزنجبيل مع اي عشبة من دول بيسبب نزيف او بيسبب مشاكل بعد كده. فالاحسن ان احنا ما نشربش الزنجبيل مع البابونج او او القرنفل او الحلبة. وطبعا ما ينفعش يستخدمه اللي تعبان وعنده المرارة. مريض المرارة ما ينفعش يشرب الزنجبيل.
إلا باستشارة الطبيب. ومريض السكر ما ينفعش يشرب الزنجبيل، لأن أصلا الزنجبيل بيعمل على تخفيض أو بيخفض نسبة السكر في الدم، بيخفض مستوى السكر في الدم. فما ينفعش مريض السكر ياخد الزنجبيل أو يستعمله أو يشربه. ده كان موضوع حلقتنا النهاردة عن الزنجبيل الأخضر. طبعا هو ليه استعمالات تانية، يعني ممكن احنا نشربه مع الليمون، ممكن نشربه مع العسل، ممكن نشربه مع الليمون والثوم. ان شاء الله حلقتنا تكون عجبتكم، وما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس، وما تنسوش تعليقاتكم. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.